طبق الرز المصري هنعمله مفلفل عشان كل العرايس الحلوين اللي بيبقوا لسه متجوزين مشكلتهم الوحيدة الرز بيعجن منها. احنا هنعمله عمره ما هيعجن منك بطريقة سهلة خالص. يلا نشوف الطريقة. دي كوباية من الرز المصري اهو عادي خالص، الرز المصري بتاعنا. هتغسليها وتصفيها، تسيبيها تتصفى في مصفى. هنجيب حلة على البوتاجاز، هتحطي شوية من الزيت او معلقة كبيرة من السمنة، معاها برضو شوية زيت صغيرين خالص. ادي كوباية الرز بتاعتنا، هتقلبيها كده تشوحيها كويس عشان تتغلف بكل المادة الدهنية اللي احنا حطيناها دي. انا حاطة هنا طحنة شوية مستكة. المستكة تحطيها، انا نسيت بس احطها، حطيها اول ما تحطي الزيت او السمنة جواها، تمام؟ بس عادي برضو ماشية معانا، مفيش اي مشكلة. صدقيني الرز عمره ما يعجن منك، عروستنا الحلوة اللي دايما الرز بيعجن منها. شوفي الطريقة وامشي عليها وان شاء الله يطلع معاكي احلى طبق رز. هنشوح الرز حوالي دقيقتين 3 كده. انا حاطة هنا ورقة واحدة من الورق الغار او اللوري زي ما بيتقال عليه. مش عايزة تحطيها خلاص، كفاية المستكة. عندك بقى بقولك شوية مستكة، فص حبهان. انا هنا كنت غالية المية، لازم المية تنزل مغلية. انا حاطة على كوباية الرز 1.5 كوباية من المية، تمام؟ 1.5 كوباية. لو انتي نقع الرز تنقعيه مش اكتر من 10 دقايق، تحطي له 1.25 كوباية من المية. نزلنا بالمية المغلية، لازم المية تكون مغلية، وغطينا عليه وهنسيبه لما يتشرب المية بتاعته، او قبل ما يتشرب بحاجة بسيطة عشان بس ما يلزقش منك او يشيط منك. النار كانت عليه وسط، مش عالية قوي، تمام؟ واول ما تشرب هتوطي النار اهدى حاجة عندك وتسيبيه لما يشرب المية كلها. وده بعد ما استوى معانا، طالع مفلفل وجميل ما شاء الله. انا هقدمه معاكم، يبقى انا هعيد وازيد معاكي تاني عشان الرز ما يعجنش منك. انتي حطيتي المية المغلية، النار وسط، حطيتي الغطا بتاعه. اول ما يتشرب المية هتوطي النار خالص لمدة 5 دقايق 10 دقايق حسب ما تلاقيه خلاص معاكي شكله استوى. وما تقلبيش فيه خالص، يعني احنا ما بنقلبش الرز خالص الا ساعة كده زي ما انتي شفتيني هعبيه في الطبق. شايفين مفلفل وجميل، معجنش مننا ولا اي حاجة. امشي على الطريقة وجربيه، واللي يجربه اول مرة يجربه دايما بيعجن معاه يقول لي نجح معاه الطريقة ولا ايه الاخبار. شايفين جميل ما شاء الله، بألف هنا وشفا. طبق الرز المصري بكل